لو شفت حد بينزف جامد رد فعلك الطبيعي إنك هتديله مية، بس للأسف ده أخطر تصرف ممكن تعمله. ليه ما ينفعش تدي مية؟ لما الجسم بينزف بيخسر كمية كبيرة من السوائل. القلب بيحاول يعوض ويشتغل بأقصى طاقته عشان يحافظ على ضخ الدم للأعضاء المهمة. الجسم لما بينزف بيكون فقد كمية كبيرة من الدم، بالتالي محتاج دم أو سوائل وردية. لو اديته مية هتزود حجم السوائل في الدم فجأة، والحمل هيزيد أكتر على القلب. ممكن القلب يقف من كتر الضغط. المية في اللحظة دي بتقلل من ضغط الدم. الأخطر لو المصاب فقد الوعي واديت له مية، ممكن يحصل له اختناق والمية تدخل القصبة الهوائية بدل المعدة. ما تديش للمصاب أي حاجة عن طريق الفم لو هو فقد الوعي أو بينزف. طب إيه الصح؟ خليك ثابت وابدأ اضغط مكان النزيف جامد. استخدام شاش أو أي قماشة نضيفة، وارفع الجزء المصاب فوق مستوى القلب عشان تقلل تدفق الدم. وما تديش مية بس اتصل على الإسعاف وقول لهم على طول. لو المصاب واعي كل اللي يهمه إنك تطمنه وتمنع النزيف. وجودك معاه بشكل هادي وثابت أهم مليون مرة من كوباية المية اللي ممكن تضر. ما تفكرش إن المية هتخلي الجسم يرتاح، بالعكس لو النزيف داخلي فأنت بتزود الحمل على المعدة وبتأثر على الدورة الدموية. طيب لو هو عطشان، في حالة النزيف العطش هو شعور ناتج عن فقد السوائل، بس التعويض لازم يكون عن طريق الوريد. طيب إيه معنى إن الجسم بينزف؟ الدم هو وسيلة الحياة، هو اللي بينقل الأكسجين والغذاء وأي حاجة بتخلي الجسم يشتغل. ولما الشخص ينزف كأن الجسم بيتصفى من طاقته. الأعضاء الحيوية زي المخ والقلب والكلى تبدأ تتأثر، واللي بيحصل اسمه شوك. طيب إزاي الجسم بيحاول يعوض النزيف؟ النبض بيبقى سريع، القلب بيحاول يضخ أكتر لتعويض الدم الناقص، والتنفس بيزيد، الجسم بيحاول يدخل أكسجين أكتر، الأطراف بتبرد، الجسم بيحافظ على الدم للأعضاء الحيوية، فيقلل الدم اللي رايح للإيدين والرجلين. وطبعا الضغط بيقل لأن حجم الدم نفسه قليل، فالأوعية فاضية تقريبا. لو النزيف استمر الجسم بيبدأ ينهار. طيب ليه المية غلط؟ لو الشخص مش واعي المية ممكن تدخل في مجرى التنفس وتخليه يتخنق، والمعدة ممكن تكون مش جاهزة للهضم، والمية هتتسبب في قيء. ولو حصل قيء المريض ممكن يشفط القيء جوه رئته، وده اسمه اسبيريشن. المية كمان ممكن تعمل ضغط زيادة على الدورة الدموية، يعني بدل ما تساعده بتأذيه أكتر. طيب إيه الفرق بين المحاليل الوردية وبين المية؟ المية بتدخل عن طريق الجهاز الهضمي فبتاخد وقت، أما المحاليل الوردية زي الرينجر ومحلول الملح بتدخل في الدم على طول، بتساعد ترجع ضغط الدم وبتدي الجسم فرصة يوصل أكسجين للأعضاء. والنزيف لو كان جامد المخ مش بيوصل ليه أكسجين كفاية، فيبدأ يفقد التركيز وبعدها الوعي وبعدها التحكم في التنفس. ولو أنت اديت مية ساعتها الأمور هتبقى أصعب، وبدل ما المخ يستعيد نشاطه بتخليه يتخنق. ما ينفعش تدي أي سوائل عن طريق الفم للشخص المصاب بنزيف حاد إلا بعد تقييم الحالة. أول تدخل لازم يكون إيقاف النزيف، وبعدها التقييم، وبعدها المحاليل الوردية. المية ممكن تدهور الحالة خصوصا لو النزيف داخلي ومش ظاهر. يبقى أول حاجة هتشوف الوضع لو آمن، وبعدها هتنده على المصاب تشوف وعيه، واضغط على طول على مكان النزيف بقطعة قماش نضيفة، وارفع الجزء المصاب لو عرفت. وما تدوش طبعا أكل ولا شرب، واتصل بالإسعاف وبلغهم عن الحالة، وحاول تحافظ على هدوء المصاب. الموقف ده ممكن يعدي علينا كلنا، نشوف حد بينزف نفكر نديله مية، بس المية ساعات بتكون خطر. لو وصلت لآخر الفيديو شاركه مع زمايلك، يمكن في يوم من الأيام تنقذ حياة حد.